النشرة الإخبارية الأسبوعية 28 أبريل 2025. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة دار الأجيال ترحب بكم في نشرتها الإخبارية الأسبوعية 17 لسنة 2025. معكم المذيعة حليمة الضبع. والبداية بأبرز العناوين. شباب الجنوب لكرة القدم تنظم المهرجان الكروي الأول للفئات العمرية. بوجدور تحتضن الملتقى الإقليمي للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي في نسخته التاسعة. ملتقى بمنصة الشباب حول المساعدة الاجتماعية، جسر نحو مجتمع متضامن. وورشة المقاولة محور دورة تكوينية للأندية النسوية. لقطات نهاية النشر من مهرجان الربيع بمدرسة النهضة. ترقبوا تفاصيل هذه الأخبار وأخبار أخرى بعد قليل. تحت شعار أبطال اليوم أبطال 2030 نظمت جمعية شباب الجنوب لكرة القدم بشراكة مع عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي لبوجدور وبدعم من شركة أكوا باور ومازان المهرجان الكروي الأول للفئات العمرية بملعب الوحدة الترابية بمشاركة متميزة لأكثر من 300 طفل وطفلة ينتمون للجمعيات الرياضية المحلية. وقد تنوعت فقرات المهرجان بين مباريات ودية وورشات تقنية في مهارات كرة القدم. أطرها نخبة من المؤطرين الوطنيين وسط حضور مكثف للأسر المشاركين التي أضفت على الحدث طابعا احتفاليا حماسيا. وساهم المهرجان في تعزيز إشعاع المشروع الرياضي الطموح الذي أطلقته الجمعية والرامي إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم بإقليم بوجدور مع توفير الدعم التقني واللوجستي للمواهب الناشئة. واختتم المهرجان بأجواء احتفالية وتوزيع أقمصة رياضية على المشاركين وتوثيق لحظات المتميزة عبر صور جماعية. وقد صرح رئيس جمعية الشباب الجنوب لكرة القدم السيد أحمد ناه أبويه بالتصريح الآتي: الهدف ديالنا هو توسيع قاعدة الممارسة الكروية. الحمد لله نحن في إقليم بوجدور عملنا هذا النشاط بشراكة مع مجموعة من الجمعيات والأندية الرياضية الشريكة. حاولنا نلمسوا مجموعة من الأحياء بالإقليم. الحمد لله كتشوفوا العدد يعني كيتجاوز 300 مشارك. هذا أمر ماشي سهل. الحمد لله كان رضا تام من جل الأطر التقنية اللي شرفت على هذا المهرجان الكروي الأول المنظم تحت شعار أبطال اليوم أبطال 2030. تحت شعار معا نبني اختيارات واعية ومسارات واعدة. نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ببوجدور بشراكة مع عدد من الفعاليين التربويين والمؤسسات التكوينية الملتقى الإقليمي التاسع للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، وذلك يوم 24 و25 أبريل 2025 بقاعة المؤتمرات التابعة للمجلس الجماعي لبوجدور. وقد تضمن برنامج الملتقى الذي افتتح أشغاله السيد عامل إقليم بوجدور السيد إبراهيم بن إبراهيم رفقة وفد رسمي مجموعة من الورشات واللقاءات التأطيرية والمباريات التحفيزية، بالإضافة إلى جلسات للتوجيه الفردي بمشاركة عدد من المؤسسات الجامعية والمهنية وبحضور أطر تربوية وخبراء في المجال، مما ساهم في تمكين التلاميذ والتلميذات من المعطيات الضرورية لبناء مشاريعهم الشخصية والاختيار الواعي لمساراتهم المستقبلية. هذا الحدث التربوي يهدف إلى تقديم معلومات شاملة وموثوقة للتلاميذ والطلبة حول المسارات الدراسية والتكوينية المتاحة، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني. ويأتي في إطار برنامج دعم الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويشكل فرصة هامة للتلاميذ وأوليائهم للتفاعل المباشر مع ممثلي المؤسسات الجامعية
الجامعية والمهنية بهدف تعزيز قدراتهم على اتخاذ اختيارات سليمة وبناء مشاريعهم الشخصية والمهنية بما يتناسب مع تطلعاتهم وإمكانياتهم. وقد صرح الأستاذ نور الدين العولي بالتصريح الآتي: نهدف من هذه التظاهرة العلمية التوجيهية إعطاء فرص لجميع التلاميذ من أجل الإجابة على جميع تساؤلاتهم فيما يخص مساراتهم ما بعد البكالوريا وما بعد أيضا الولوج أيضا إلى الأقسام ذات التوجيه أو الاستقطاب المحدود أو الاستقطاب غير المحدود في إطار تصور ناجع وكامل من أجل تلبية رغبات هذه التلاميذ. حققت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ببوجدور نتائج مشرفة خلال مشاركتها في الملتقى الوطني الثالث للشعر التلاميذي المنظم بمدينة الداخلة تحت شعار الشعر التلاميذي وحل الإبداع والحس المواطن، والذي تمحورت تيمته حول أغني لوطني. وقد توجت المديرية بالرتبة الأولى وطنيا في صنف الشعر الحساني من خلال تألق التلميذ نضال زازا من الثانوية النصر التأهيلية ببوجدور تحت شعار المساعدة الاجتماعية جسر نحو مجتمع متضامن. نظمت جمعية بدائل للمساعدة والأعمال الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ملتقى المساعد الاجتماعي في منصة الشباب ببوجدور، اللقاء الذي يندرج في إطار دعم وتقوية قدرة الأطر الاجتماعية وخاصة المساعدات الاجتماعية بالمراكز الاجتماعية، يشكل هدفا أساسيا تسعى إليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال محاورها الاستراتيجية، خاصة برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. وقد استهدف الملتقى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات المدنية لتقديم خدمات اجتماعية متكاملة مع التركيز على أهمية دعم المساعدين الاجتماعيين وتحسين ظروف عملهم. وقد خلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاجتماعية ودعم المساعدين الاجتماعيين والفئات الهشة، ومنها تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والجمعيات لتقديم خدمات اجتماعية متكاملة، مما يساهم في تحسين ظروف الحياة للأفراد في وضعية هشاشة وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في البرنامج الاجتماعي بما يعزز من دورهم في بناء مجتمع متضامن وأكثر مسؤولية. تطوير آليات الدعم للفئات الخاصة مثل الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك لضمان حقوقهم وإشراكهم في المجتمع بشكل فعال. تحسين ظروف العمل للمساعدين الاجتماعيين مع التركيز على تحفيزهم ماديا ومعنويا، وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم أثناء أداء مهامهم وإشراكهم في صياغة السياسات الاجتماعية. بمركز الصناعة التقليدية بمدينة بوجدور افتتح مؤخرا مشروع المقهى الثقافي الذي يعد مبادرة رائدة تهدف إلى خلق فضاء ثقافي واجتماعي مفتوح يعزز روح الإبداع والحوار ويشجع على التلاقي الفكري والفني بين مختلف الفعاليين المحليين. المشروع منجز بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار محور دعم ريادة الأعمال، ويساهم في توفير فرص الشغل لعدد من الشباب مما يجعل منهم نموذجا يحتذى به في الجمع بين الإبداع الثقافي والتنمية الاقتصادية المحلية. تنزيلا لبرنامج خطة تسديد التبليغ التي يشرف عليها المجلس العلمي المحلي لإقليم بوجدور بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية. وفي سياق المواعظ الخاصة بالأسبوع 43 كان الموعد مع موضوع التحذير من المهلكات في الدين والنفس.
في إطار مواكبته للمناسبات والأيام الكونية العالمية، نظم المجلس العلمي المحلي لبوجدور بالتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية ندوة علمية برحاب مسجد المسيرة الخضراء بمناسبة اليوم العالمي للصحة، تضمنت ما يلي: عرضا من إلقاء الأستاذ أحمد ناكريرات التذكير بنعمة الصحة ومن صور ومظاهر عناية الإسلام بها، عرضا أطره الأستاذ محمد الإدريسي في موضوع من فضائل وآداب زيارة المريض. قدم ونسق فقرات هذا النشاط السيد فضيلة رئيس المجلس العلمي المحلي الذي تحدث بخصوص أهمية الأمن الصحي، وقد ختمه بالدعاء الصالح بالنصر والسداد لأمير المؤمنين أعزه الله. في إطار فعالية الدورة 30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، احتضن الرواق المتخصص للأنشطة الثقافية حفل توقيع الكتاب الجديد تيرس حفريات في الأدب الجغرافي لمؤلفه محمد مولود الأحمدي. في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل وتعزيز ثقافة الوقاية والتتبع الطبي في صفوف النساء، تواصلت الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل بلقاءات احتضنها مركز التفتح والإبداع، المركز الصحي العودة والمركز الصحي الخير. وقد تخللت هذه اللقاءات تقديم عروض مبسطة ونصائح صحية حول التغذية، الرضاعة الطبيعية والتلقيح، إلى جانب فتح نقاشات مباشرة مع الحاضرات للإجابة عن تساؤلاتهم، كما يأتي في سياق نشر الوعي حول أهمية التتبع الطبي المنتظم خلال فترة الحمل والوقاية من مضاعفاته، وذلك لضمان صحة جيدة للأم والجنين. أطرت كل من المؤطرة ياسمين العريف والمؤطر كمال أبو تبيت من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ورشات تحسيسية تواصلية لفائدة رائدة وخريجات الأندية النسوية، تناولت عدة محاور من بينها الخدمات التي توفرها الوكالة بالإضافة إلى سبل إنشاء المقاولات وطرق البحث عن جهات داعمة وتبسيط المفاهيم وتمكين المستفيدات من معرفة كيفية الولوج إلى موقع أنابيك وتسجيل بياناتهم الشخصية للبحث عن فرص وعمل على المستويين المحلي والدولي. كما شملت الدورة محورا حول مصادر وآليات التمويل المتاحة في مجالات مختلفة بهدف مساعدتهم على بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ مستقبلا. هذا ويأتي تنظيم هذه الورشات في إطار الأنشطة الموازية للأندية النسوية في إطار التتبع والمواكبة للخريجات، انسجاما مع الرؤية الاستباقية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ونهجها لسياسة القرب. كما يعكس هذا البرنامج توجه الوكالة نحو تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود. في الشأن الرياضي، حقق فريق شباب الجنوب لكرة القدم ببوجدور انتصارا خارج الميدان على المتصدر مستقبل المرسى بعقر ميداني بنتيجة 2-0، وذلك برسم الجولات 25 من بطولة القسم الوطني الأول هواة، ليرفع رصيده في سبورة الترتيب إلى 35 نقطة. بثت قناة دار الأجيال هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج صدى المناسبات، وقد خصصتها الزميلة عائشة زاهي اليوم العالمي للكتاب الذي يوافق 23 أبريل من كل سنة. كما بثت قناة دار الأجيال هذا الأسبوع الحلقة 9 من برنامج ضيف بوجدور، وقد استضاف فيه كل من الزميلة هبة بوقدير والزميل محمد أمين العصفوري الناشط البريطاني السيد هنري روبرت ستابلتون من جمعية جيفين تشانسز، وقد أخرج الحلقتين المخرج ياسين أهل عليوات.
لقطات نهاية النشرة من مدرسة النهضة والاحتفال بمهرجان الربيع، حيث قدم أطفال التعليم الأول بتأطير من المربية سارة الغضيف والمربية مريم أقبلي لوحات فنية وفقرات تنشيطية وأغاني ورقصات وإبداع جميل من المربيات، مما أضفى على المكان جمال كجمال فصل الربيع. قبل الوداع يمكنكم إعادة تتبع نشراتنا الإخبارية وبرنامج قناة دار الأجيال على صفحة الفيسبوك واليوتيوب والتويتر وعلى الموقع الإلكتروني بوجدور أونفون. نهاية النشرة، إلى اللقاء في الموعد الإخباري القادم.